لازم اللي هو الواحد يشوف الاشخاص والتيم ممبرز اللي هم يكونوا on the same level of energy. الانرجي نفسها ابتدت اللي هي ترجع تاني من هنا، اللي هو لا الشخص اللي احنا قعدنا معاه ده مش هو اللي هيحدد المصير بتاعنا، بس as long as we are implementing ال AI not for the sake of المنظرة. شركة من أول الشركات في الفينتك في مصر، بدأت من 2015 وحاليا موجودة في بلاد كتيرة جدا. معايا لأول مرة مصطفى يطلع على a public podcast، فأنا مبسوطة أوي. معايا مصطفى منيسي وهو one of the co-founders of Paymob. ازيك مصطفى؟ ازيك يا ندى، عاملة ايه؟ الحمد لله كله كويس. طيب هشرح لك كده الفورمات بسرعة بتاع البودكاست. past present future، فنرجع بقى ورا خالص كده ونبدأ من الأول. لا انا فاهمه ان انتوا كنتوا 3 كو-فاوندرز مع بعض في الجامعه، جات لكم فكره وقررتوا تنفذوها. فاديني بس باك ستوري كده عن ايه اصلا سباركت الفكره، ازاي ده حصل. وانا عارفه ان الفكره كانت اكتر اي كوميرس قبل ما تبقى فينتك، فاحكي لي بس كده قصتكم في الاول. شور. يعني احنا كنت انا واسلام والان كنا اتقابلنا في الجامعه. احنا كنا لسه اكشلي انا كنت سوفومور، اسلام والان كانوا في اخر سنه في الجامعه. كانوا اكشلي بياخدوا كورس انتربرينورشيب مع بعض، وانا شخصيا ما كنتش عارفهم لسه يعني، او سبيسيفيكلي اسلام ما كنتش عارفه، بس كنت معروف اللي هو انا الشخص اللي بعمل شغب يعني في الجامعه، وبعمل يعني بفايند vulnerabilities جوه السيستمز وكده. وكان في من ضمن الحاجات اللي احنا كنا بنستعملها في الجامعه اللي هو بلاك بورد، فكان عندي اكسس ممكن الواحد يغير جريدز وهكذا. فبس كنت طبعا بريبورت يعني الفايندنجز دي للجامعه. فساعة لما اسلام ولا كانوا يعني في البدايه كان في فكره ناحيه اللي هو اللي احنا نعمل حاجه في الاي كوم، فقعدوا يبصوا ازاي بقى اللي هو ينفذوا الفكره دي وكده، فلقوا الشاب اللي هو بيعمل شغب في الجامعه فقالوا لي. وبعد كده قعدنا نفكر مع بعض بقى ازاي how to implement this e-commerce play. يعني given اللي هو الاندستري بتاعت الاي-كوميرس back then، احنا كنا بنتكلم في 2013، كانت لسه relatively جديدة يعني. كان يدوبك سوق وكذا 2-3 other players هم اللي موجودين بس في السوق. بس beyond this it was very virgin industry. فقلنا اللي احنا نبنت حاجة on top of the existing social media. كان ساعتها طبعا فيسبوك كان موجود، ففكرنا ان احنا نعمل انتجريشن مع فيسبوك علشان ساعة لما الواحد بيلايك a certain photo فاوتوماتيكلي بيكون added للكارت بتاعته for the automatic checkout. فابتدينا ان احنا ننفذ الفكرة، وبعد كده رحنا بقى لحتة بقى البيميس اللي هو ازاي اللي احنا ناخد فلوسنا من الناس. وطبعا لقينا باك ذن حته الاونلاين بيمنتس كانت almost لا تتعدى ال 2-3% من حجم الترانزاكشنز. وطبعا يعني كل الاعتماد بيكون على الكوريرز اللي هو using الكاش اون ديليفري. وده كان اكشلي يعني مسبب لنا مشكله. ليه؟ لان احنا كنا عندنا زي ريفيرال بروجرام. الريفيرال بروجرام ده اللي هو لازم احنا ناخد فلوسنا على طول ده فولوينج دي، علشان بنديه للانفلونسر او للشخص اللي هو بيبروموت البرودكت ده، وبياخد الكات، وعلى اساس كده الكات الثانيه طبعا بتروح للسبلاير بتاع البرودكت. ففي زي ريفيرال سكيم كده احنا كنا عاملينه. فساعة لما احنا رحنا للكورير علشان نقول لهم بقى يعني ليتس اكسبلور الكاش اون ديليفري ده شغال ازاي ولا احنا عاوزين ناخد فلوسنا، تفاجئنا الافريج سايكل او الافريج تايم ات تيكس علشان از ا ميرشنت ناخد فلوسنا يعني at least it's 2 weeks. يعني ما كانش اكتر يعني. في بعض الاحيان 1 month يعني. فده كان بالنسبه لنا it was the main trigger اللي هو actually you know what this is not only our problem, this is the problem of the industry. وساعتها بقى قلنا بقى يعني we should be solving this is a much bigger يعني opportunity أو problem statement that we think we can help in. طب مصطفى، عايز أسألك ايه sacrifices أو حاجات انت خليت عنها في أول طريقك، ممكن تبقى on a personal level، ممكن تبقى on a career level، عشان توصل المكان اللي انت فيه دلوقتي. Yes, a very good question. هو actually يعني احنا في الدفعة بتاعتنا في الجامعة يعني انا كنت شايف قدامي اللي هو معظم الناس سافرت يلا امريكا، سافرت ايرلند، اشتغلت في الفانج كومبانيز.
فكان بالنسبه لي اللي هو يعني انا شايف اللي هو الاوبورتيونيتي كوست بتاع اللي هو الديسيجن بتاعي. بس انا كنت بفكر في الموضوع يعني definitely I need to make it worth it 100%. يعني اللي هو يكون اللي هو الواحد قاعد في مصر ويكون اللي هو الواحد بيعمل حاجة هو تبعه part of it وعنده skin in the game. definitely لازم اللي هو يعني عمره ما يندم اللي هو أخذ القرار ده. وده التريجر اللي هو يعني خلاني وطبعا خلى الكوفاوندرز بتوعي يتلاموا على كل واحد يحط كل ما يملك يعني سواء كان effort سواء كان financially سواء كان يعني انا حتى اكشلي قبل ما كنا نبتدي باي موب انا كان عندي سوفت وير ديفلوبمنت هاوس فكل السيفنجز اللي انا كنت عملتها في السوفت وير ديفلوبمنت هاوس عملت لها انجكشن في ساعه لما ابتدينا باي موب يعني من ناحيتي. فالفكره كلها اللي هو اللي احنا يعني كنا من الاخر اللي هو زي اللي بيتقال عليه ان احنا مقطعين بطايفنا احنا يعني بس باصين اللي احنا we want to make it happen يعني regardless how much would it take how long does it take. بس فعلا كنا مؤمنين اللي هو this is يعني something that is really important وفعلا it makes sense to do it we believe in this. فكنا فعلا عندنا كلنا نفس same passion same energy for this. طب مصطفى انت يعتبر ما اشتغلتش في حاجه تانية يعني انت اتخرجت من الجامعه او فتحت باي موب وانتوا في الجامعه اتخرجت بقالك almost 9 سنين في باي موب. هل بتحس ان انتوا عشان كنتوا صغيرين وانتوا كمان بعد شويه كنتوا دلوقتي بتدوروا على يعني at a certain point كنتوا بتدوروا على investment كنت شايف ان السن ده يمكن حاجه بتخوف الناس شويه بتخوف الانفسترز بتخوف البارتنرشيبس اللي ممكن تعملوها. عايزه برضو اتكلم عارفه اكيد كان في مشاكل كتير قوي ان انتوا توصلوا للمرحله دي مع البنوك فقول لي هل السن كان عامل يعني ولا لا ولا is there something you have to prove قدام الناس دي الاول ولا ايه؟ بص definitely يعني وهكون بكذب عليكي لو قلت لك اللي هو لا مش هيفرق يعني بس specifically هو كان فارق معانا الصراحه with approaching the banks. اوكي. البنوك وده كان ساعتها في 2015 ثقافه البنوك وسبيشال الاكوايرنج بانكس اللي هو يتعاملوا مع ستارت ابس وشركات لسه باديه وشباب لسه ما عندوش خبره ولا اشتغل حتى في كوربريت ولا اشتغل في البنك. دي كانت فكره اصلا مش موجوده يعني كون البنك يكون عنده فندر هو بيسبلاي دي سولوشن ده لازم بقى فاينانشال ديو ديليجنس. انت عملت ايه في خلال ال10 سنين اللي فاتوا اتعاملت مع اي بيك من بره ولازم طبعا انت كفندر تكون جاي بقى من بره بقى وكده. فطبعا كل الاوبستكلز دي كانت صعبه جدا وسبيشالي اللي احنا يعني سواء كان من اهل اسلام اهل عراق ما كانش حد فينا ولا من اهالينا كان affiliated by the banks. يعني فما كانش في حد مثلا اللي هو شغال في بنك اللي هو يقدر يبوش us towards this. ولكن فعلا احنا بدأنا بقى من يعني النقطة دي يعني حتى ساعتها ما احنا كنا بنخش البنوك في الاول خالص ما كانش في الاتيكات اللي هو بتاع السوتس كده كنا داخلين اتعلمناها we learned it the hard way. definitely this is the main struggle. بس to be honest when it comes to حتة الانفسترز عمرهم يعني او عمرنا في الجورني بتاعنا ما حسينا اللي هو في اي حد بيبص علينا اللي هو يعني احنا علشان سننا صغير مثلا ساعتها او كده he wouldn't invest معانا ما كانش دي الكيس. بس rather than الكيس specifically كانت من ناحية البنوك يعني. اوكي طيب هل في لحظة او قرار غير يعني مسيرة باي موب تماما؟ يعني definitely احنا throughout the different stages بتاعت الشركة يعني في قرارات محورية يعني هي دي زي ما تقولي اللي هو الانفليكشن بوينتس. هي دي اللي عملت يعني اختلاف يعني ما بين الفترة اللي قبلها والفترة اللي بعدها. يمكن أول حاجة أذكرها كانت في نهاية 2015 بداية 2016 ساعة لما احنا عملنا بارتنرشيب مع ماستر كارد عشان نلونش الموبايل وولز. احنا ده كان بالنسبة لنا it was one of the major inflection points لأن ده كان في الأول السولوشن اللي هو بتاع فودافون كاش اللي هو بتاع الموبايل وولتس اللي احنا بنقدمه بالتعاون مع البنك المركزي وبالتعاون مع ماستر كارد. this was a major thing. وطبعا definitely لازم ان احنا نبقى قد المسؤوليه وسبيشالي اللي هو اللي احنا لسه
كنا في بدايه شغلنا we need to prove ourselves. وبالعكس مش بس اللي احنا نوصل للليفل اوف ساتسفاكشن بتاعه الكلاينت، لا احنا نسرباس ات، واللي احنا نكون مسبقين، واللي هم يكون عندنا يعني نديلهم الامبريشن اللي هو يعني they can 100% rely on us. لان احنا كنا ساعتها تدخلنا مش تدخل مش بيزد على البراند بتاعتنا او كده، بيزد على اللي احنا يعني كان ماستر كارد وثقوا فينا اللي هم يدخلونا في البروجكت ده علشان فعلا اللي احنا بنديليفر الحاجات اللي كانت مطلوبه مننا throughout the previous projects اللي كانت ما بيننا وما بينهم. فكان بالنسبه لنا مع فودافون عاوزين فعلا اللي احنا يعني نثبت اللي هو الثقه دي فعلا في محلها، ومش بس actually للكلاينت للريجوليتد بارتنر. ده كان اول دايركت confrontation ما بيننا وما بين المركزي علشان فعلا اللي هو add a big scale at a major scale, whereas the solution ده يعني it is processing hundreds of millions of EGP back then. دلوقتي طبعا ارقام مختلفه تماما، ويعني كان ساعتها couple of millions of users، ودلوقتي برضو رقم مختلف تماما 30 million plus. فده كان بالنسبه لنا this was a major thing. يمكن الخطوه الثانيه او الانفليكشن بوينت الثانيه هي كانت ساعه المبادره بتاعه المركزي ناحيه اللي هو يدعم POS payments solution. فكان في فتره كده المركزي كان لكل الايكو سيستم بلايرز اللي هو بيدعم POS solution علشان to help in the financial inclusion، اللي هو كل التجار اللي هم في مصر يقدروا اللي هم يكون عندهم POS. فده بالنسبه لنا كان فعلا it was true testimonial اللي احنا نقدر بالسكيل بتاع الاوبريشنز بتاعتنا اللي احنا نشوف ازاي نكبر حجم الكاستمر بيز، وعلشان نكبر حجم الكاستمر بيز محتاجين نكبر السيلز والاوبريشنز وبعد كده التكنولوجي والبرودكت تيم in a very short term period of time. فده كان بالنسبه لنا اللي هو الحمد لله يعني we delivered very insightful results يعني ساعتها وبجريت ماتريكس يعني. وكان ساعتها اللي هو كان في يعني كونسنسس مع المركزي اللي هو ناحيه اللي هو ازاي حاجه زي كده فعلا ساعدت الايكو سيستم اللي هو ساعدت ناحيه نشيل الدين. طيب مصطفى دلوقتي هديك 2 bonus questions هتختار منهم واحد بس تجاوب عليه. اوكي اقولهم بصوت عالي ولا هم هيبقوا اون سكرين، فانت اختار اللي انت عايز تجاوب عليه. اوكي طيب مش I think اللي هو أول solution أول question دي إحنا partially يعني جاوبنا عليها، فممكن اللي هو السؤال التاني building startup with friends can be double-edged sword or system or strategies have you put in place to ensure clear communication and alignment among the co-founders. طيب هو definitely حتة اللي الواحد يعمل business مع friends it's a very controversial، لأن ده البروبابيلتي بتاعت السكسس في اي شركه بتكون ريشيو 1/10 يعني للاسف يعني. ف as a result statistically يعني معظم الناس اللي هي بتبني شركات ولو ما نجحتش ممكن اللي هي تختلف مع شركائها. فلو البيزنس فشل فموست بروبلي اللي هو العلاقه مش هتكون كويسه. ف يعني it would be tricky to be honest اللي هو الواحد يخش مع يعني friends، واللي انا قصدي هنا friends اللي هو سواء كان intimate friends او friends من ايام المدرسه او كده اللي هو شخص على اتصال بيه دايما بيخرج معايا on a daily basis او كده. فده الموضوع ده بيكون challenging لان صعب قوي اللي هو الفصل ما بين الشغل وبعد الشغل. في الكيس بتاعتنا to be honest يعني جالنا احنا يعني كنا وقت الجامعه يعني انا كنت اعرف عليهم بس اللي هو مش المعرفه اللي هو الفيري كلوز ساعتها واسلام هو كان قالها هو اللي عرفنا على بعض انا واسلام. والريليشن شيب it started from there. فاحنا ما كناش في البدايه اللي هو عارفين بعض rather than اللي هو
الشغل فعلا هو اللي خلانا اللي احنا نتعرف على بعض اكتر، واللي احنا نبيلد الحمد لله this successful relationship and this successful business. فالفكرة كلها الواحد يعني انا برضو مش بقول اللي هو ده 100% ده مش صح، بس statistically it turns out ساعة لما الواحد بيعمل يعني شركات based على يعني close friends، الموضوع ما بيكونش احسن حاجة. فبس طب تدي نصيحة ايه للناس اللي هقول لك حاجة مش شرط بس صحاب، بس خلاص let's say انا اصلا اختار co-founders بتوعي ازاي يعني، ولما اختارهم ايه الحاجات اللي لو اختلفنا نتأكد ان هي محطوطة عشان نقلل ال challenges مثلا. طيب اول حاجة definitely لازم الواحد يكون على يقين it's about the team يعني، وده it's not a cliche word, it's not a stereotype، ده فعلا ده حقيقي. لانه ممكن يعني فكرة ان شاء الله فكرة تافهة تيم قوي ينفذها، وتيم قوي مترابط ما بين بعضه ينفذها بأحسن طريقة، وتيم تاني عنده فكرة أحسن بكتير بس التيم ده مش مترابط مع نفسه، ما يعرفش اللي هو يطبقها علشان ما بيعرفوش يكوميونيكيتوا مع بعض. وممكن الناس نفسهم كانديفيدوالز يكونوا ناس شاطرة جدا وناس كويسة جدا، بس المشكلة it all revolves around اللي هو الأدوار بتاعتهم عاملة ازاي في الشركة. فأول حاجة ساعة لما الواحد بيجي يبني شركة بيشوف فعلا مين اللي هو بيكمبلمنته كشريك او كشركاء، وفعلا how he or she adds a real value يعني. ففعلا اللي هو اللي كل واحد اللي هو بيكون عنده زي clear responsibilities وعنده self discipline، اللي هو يكون عارف اللي هو دي الحاجات اللي هو المطالب اللي هو يعملها، او دي الحاجات اللي هو يعني as part of his duties اللي هو يعملها واللي يركز فيها. ونفس الحكاية على مستوى الكوفاوندرز التانيين. فالمشكلة اللي بتحصل برضو اللي هو يعني في ناس ما بتكونش on the same level of energy يعني. ممكن اللي هو واحد يكون technically كويس او commercially كويس، بس اللي هو يعني بيس انا يعني في حاجة مهمة المفروض اخلصها النهاردة، الوقت اتأخر مش مشكلة هعملها بكرة. ساعة لما الأذر كوفاوندر يلاقي اللي هو عمال بيبذل effort وعمال اللي هو بيعمل sacrifices وبيضحي في مقابل، بدل لما هو يروح يخرج مع أصحابه أو بدل لما هو يروح يعمل حاجة تانية اللي هو بيشتغل، والأذر كوفاوندرز مش بيعملوا كده، ده ساعتها اللي هو برضه بيخلق الكونفليكت. فنمبر 1 لازم اللي هو الواحد يشوف الاشخاص والتيم ممبرز اللي هم يكونوا on the same level of energy. ده من رايي الشخصي ده اول حاجه. تاني حاجه يشوف الناس اللي هي هتعرف تكومبلمنت دوره. انا دلوقتي انا فاهم في الحته بتاعه التكنولوجي and infrastructure and how to build the technological part of the company. مين بقى اللي هيكمل بقى حته اللي هو الكوميرشال والسيلز؟ مين بقى اللي هيكمل حته اللي هو الاوبريشنال والحته اللي هي بتاعه الفاينانس؟ مين اللي هيكمل الحته بتاعه الاتش ار؟ فكل الحاجات دي يعني الواحد يشوف ايه الجابس اللي موجوده وايه الكومبيتيتيف ادفانتج بتاعته از ان انديفيدوال، عشان يعرف يتاكد ساعه لما هو بيرسو الشخص ما يكونش هو بس معجب بشخصيته وخلاص يعني. لا يعني there needs to be way more than this، لان يعني again energy differs a lot يعني. وفكره هو الواحد يكون فعلا عنده الكومبيتيتيف ادفانتج في الحته بتاعته واللي هو يكون مركز فيها، ما يكونش اللي هو كل شويه اللي هو برضو بيكومبير اللي هو انا عملت ايه وانت عملت ايه. الموضوع برضو احنا مش داخلين internal competition ما بين بعض rather than كلنا مصلحتنا حاجه واحده. ده فعلا من اساسيات اللي هو ازاي اللي هو التيم بيكون much more stronger، وازاي اللي هو الدنيا بتبقى. هلا ثانك يو مصطفى. لسه ده احنا كل ده باست. لا انت عاوزه تسلمي؟ لا ما ابوك اسلم عليك برضه تاني. طيب هندخل دلوقتي على الحته البريزنت، نتكلم بقى على ارض الواقع شويه. ماشي. اول حاجه انت سي تي او حاليا بتاع باي ماب من الاول خالص، قول لي يعني انا بحس ان الحته بتاعت السكيورتي والحته بتاعت التكنولوجي مهمه قوي، بالذات في الحاجات اللي هي زي الفinTech، حاجه very 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 sensitive. شفتوا انتوا من كام يوم برضو لسه واخدين اوورد من اكتر يعني اخدتوا I think award احسن 10 top 10 يعني secure technical products.
انت بتلعب في حته very very sensitive و millions maybe billions of dollars. فقولي بقى يعني responsibility دي how do you take it؟ بتعمل ايه؟ technical wise حصل اي مشاكل قبل كده؟ اتعلمت ايه from your own؟ طيب a very good question actually. خليني قبل ما اجاوب على السؤال يعني اقول لك اكتر الفinTech يعني how I personally perceive it يعني. Behind the woods any fintech company it's a security and data company. يعني اي حد يقول غير كده ممكن مش هيكون بقاله كتير في الشغل يعني بس فعلا الناس اللي هي بقى لها كتير يعني فاهمه كويس قوي اللي هو behind the scenes any payments company هي عباره عن deep down it's a security و data company. Why I'm saying this لان في الاول وفي الاخر we're doing the digital transactions under the premise of trust. يعني انا دلوقتي ساعه لما بدخل الكابت بتاعي على ويب سايت انا بترست الويب سايت او البيمنت بروسيسور اللي هو مش هيحصل ليكج للانفورميشن بتاعت الكابت بتاعتي على اي من البيمنت ريلز وهيحصل بروسيسنج بس على الاماونت اللي انا اي اوثرايز. لو في حصل اي زعزعه في الموضوع ده هيديسترب كل الايكو سيستم مش بس البيمنت بروسيسور اللي هو اللي بيبروسس الميرشنت ده لا ليتري كل البيمنت ايكو سيستم. فبالنسبه لنا السكيورتي دي زي ما تقولي ده بارت من الدي ان اي بتاعنا يعني ده فعلا حاجه we're very keen on. للاسف انا شخصيا بشوف في شركات كتيره واخده الموضوع as in terms of يعني paper work يعني لو هو مجرد انا مطلوب مني كذا من ريجوليتور فيلا نتيك ذا بوكسز يلا نعمل بنتريشن تيست معينه وبس مجرد ان احنا نعمل سبمشن وخلاص وذاتس ات. بس فعلا اللي احنا بنعمله احنا بنفكر في الموضوع يعني purely from our perspective ازاي احنا يعني نتيك ستيب above and beyond علشان نحمي at any point any potential leakage any potential attacking scenarios that occur واي حاجه ممكن تحصل. يعني الحمد لله يعني اللي هو يعني كنا توفقنا يعني into building يعني a really solid information security team that is led by Sadat. He's our CISO. وهو ده اللي خلينا actually اللي احنا الفكرة اللي احنا يكون عندنا structure بتاعت security وانفراستراكشر وبلس جوه السكيورتي في كذا سب دومينز موجوده اللي هو زي الاوفنسيف والديفنسيف والجي ار سي اللي هي ليها علاقه بالسيرتيفيكيشنز وحاجه رابعه اسمها سوك. ده اللي خلينا فعلا اللي احنا ديب داون اللي احنا اي حاجه احنا بنعمل لها امبلمنتيشن بنفكر first from a security perspective بتشوف هل الموضوع فعلا from a security هل ده حاجه تمام ولا مش تمام ولو مش تمام ايه الكومبنسيتنج كنترولز او ايه الميجرمنتس اللي هي محتاجه تتحط علشان الحاجه دي تبقى مظبوطه. والحمد لله ده اللي خلينا اللي هو يعني ناخد اللي هو التوب 10 اووردز اللي هو بتاع يعني السكيورتي تيم جلوبالي التيم بتاعنا كان اووردد الاوورد دي. وفي نفس الوقت احنا وير بي سي اي سيرتيفايد ان 5 different markets يعني اخذنا ال 5 certifications و along with many other certifications that exist. بس يعني احنا بالنسبه لنا دي حته very very crucial يعني حته ما فيهاش تهريج فيها خالص. طب مصطفى انتوا دلوقتي ما شاء الله شغالين في بلاد كتيره بداتوا في مصر بس دلوقتي موجودين في الامارات وعمان والسعوديه وباكستان وكذا بلد. فقول لي هل ده يعني عايزين نسميها اتنين قول لي التكنيكال تشالنجز اللي بتظهر مع الاكسبانشن ده والكوميرشال تشالنجز كمان. شور. احنا في الفinTech industry طبعا المين challenge اللي هو في regulatory requirements that exist for each and every country يعني فده بيخلي اللي هو اللي احنا almost ساعة لما احنا بنexpand في كل دولة اكننا بنبند الشركة من جديد. يعني from a tech and engineering perspective. فبداية من الهوستنج facility والديتا سنتر والcompliance that is needed by the regulator. ثانية بسطها كده ثانية واحدة. فانتوا كل ما بتروحوا بلد مختلفة البنك المركزي بيكون عنده كرايتيريا مختلفة عن الحاجات اللي انتوا كنتوا موجودين فيها قبل كده. فبتضطروا ان انتوا تبنوا ان التك من اول وجديد عشان يناسب اللايسنسز اللي محتاجين تاخدوها. بالظبط. فهو كسولوشن السولوشن بيكون اوريدي موجود بس الفكرة كلها اللي احنا بنطبقه او بنعمل له بوستنج جوه البلد نفسها. يعني وطبعا الديتا بتاعت كل دولة منفصلة عن
البلاد الثانيه. وده to meet اللي هو الداتا sovereignty requirements اللي هي خاصه بكل دوله. فده اللي احنا كنا عملناه في باكستان، في الامارات، في السعوديه، في عمان، طبعا غير مصر يعني اللي احنا كنا ابتدينا بيها. فكل دولة يعني عندها its own separate hosting، وده طبعا لو الواحد بيبص عليها من بعيد يعني it's a very complicated infrastructure, it's a very hybrid infrastructure. بس احنا بنكون شايفين this is our edge، لان الناس كتيرة ما بتدخلش الماركتس because of that reason. يعني احنا شايفين اللي احنا this is a barrier of entry، وده الحمد لله اللي احنا through the investments that we have done يعني firstly in the team، يعني ده اللي خلينا فعلا اللي هو الموضوع بالنسبة لنا بقى شبه كأنه بلاي بوك. ساعة لما عاوزين نروح نوبريت في دولة، فعارفين بالظبط ايه ال exact steps و roughly how long does it take to process this، فبالتالي طبعا بنعرف على أساسها حجم ال investments كفاينانشال عامل ازاي وكده. فده from the technical aspect. من ناحية الكوميرشال الموضوع ممكن يكون مختلف على اندستريز تانية زي الساس سولوشن اللي هو سوفتوير از سيرفيس بزنس. السوفتوير از سيرفيس يعني الواحد بيكون معتمد السولوشن موجود على الانترنت، هيعمل ديجيتال ماركتنج، ديجيتال سيلز، ومن غير ما يكون عنده people on the ground اللي هي بتبيع السولوشن. بس في حالتنا احنا it is not that way قوي، لان احنا في عندنا الكومبوننت بتاع الكيو اس اللي احنا بنتارجت بيه الاس ام ايز والناس اللي هم بتوع الريتيل اللي هم موجودين في الشوارع. فاولموست كل دوله برضو احنا متواجدين فيها بيكون لازم زي اكنه سيلز ارم موجود، هو بيساعدنا اللي هو في بيع السولوشن بتاعنا للتجار on the ground. غير طبعا اللي هو third party partnership that we do for each and every market. يعني في الامارات عندنا بارتنرشيب مع يعني شوبيفاي، مع اودو، مع اوراكل، علشان يساعدونا اللي هم نعرف اللي احنا ننتجريت مع الميرشنتس اللي هم اوريدي عندهم سوليوشنز بتاعتهم، وهكذا في مصر وهكذا في عمان والى اخره. فالفكره كلها كل ماركت بيكون عنده زي ما تقول يا مدى الاستراتيجي بتاعه الكوميرشال اسبكت عامله ازاي، what would be the best برضو ROI اللي احنا نقدر نحققها at the given period. طيب مصطفى خليني اسالك دلوقتي على الانفستمنتس. ما شاء الله ورثني يعني اكتر من 80 مليون دولار worth of investments، فعايز اعرف بقى الجيرني دي يعني الموضوع بيجي ازاي، بيبقى اصعب في الاول ولا في الاخر، الريسبونسبيلتي بتبقى عامله ازاي؟ بصي هو احنا كان في الاول في 2015 الموضوع دلوقتي مش مقياس، لان هو الفي سي اندستري والفي سي يعني اللاندسكيب دلوقتي مختلف تماما عن قبل كده. الموضوع كان very challenging في الفترة الأولانية. يعني كان ساعتها اللي هو قعدنا شوية كتير بنبيلد السولوشن نفسه، وبعد كده يعني we were lucky الدكتور أيمن إسماعيل هو he was a professor عندنا في الجامعة، هو اللي عرفنا بخالد وكريم. خالد وكريم بشارة. خالد وكريم بشارة. هم عندهم Accelero Capital. They are investing in companies in the region. ده كان بالنسبة لنا الصراحة يعني حاجة جديدة تماما يعني. وجن في الفترة اللي احنا كنا فيها دي كان الموضوع challenging، لأن احنا ما كناش عندنا سابقة خبرة، ولا كان الماركت بيقول اللي هو فيه previous examples في الفinTech فعلا عملوها. هم كانوا literally كانوا بيغامروا معانا، لأن هم فعلا مش عارفين هل احنا هنشتغل بالصورة اللي احنا بنتكلم عليها ولا لأ. بس فعلا with such great figures سواء كان خالد بشارة الله يرحمه أو كريم بشارة، these were legends يعني في مجال ال VCs، وهم فعلا اللي آمنوا بينا في الأول. وكان ساعتها أنا فاكر اللي كانت حاطة لنا تارجت اللي احنا نحقق 1000 ترانزاكشن، وبعدها هيحصل الانفستمنت of $100,000. وطبعا كان ساعتها برضو $100,000 ده كان رقم مقدر. والحمد لله we went through this وحققنا الرقم. وده كان بالنسبة لنا كانت أكتر وقت challenging from the investment perspective. وبعد كده حصل fundraise تانية للseed stage.
و 3.5 million and then 15.5. وبعد كده في ناحية بقى السيريس بي it was led by PayPal Ventures. وكان ساعتها واحنا بنعمل فاند ريزنج دي ما كانش مهم بالنسبة لنا الفلوس قوي as much as يعني احنا واخدين الفلوس دي من فين، لان كان ساعتها we didn't yet expand بقى للدول اللي هو دلوقتي احنا بنوبريت بيها، سواء كان باكستان، الامارات، السعوديه، وعمان. فاحنا كنا عاوزين حد يساعدنا في الاكسبانشن وحد استراتيجيك. فالحمد لله توفقنا مع PayPal Venture، وكان ده بالنسبه لهم ده this was the first local او regional fintech player اللي هم ينفستوا معاه الرقم ده. والتوتال number of يعني fundraising round كانت around $50 million. It was recently extended with another 22 led by EDRB يعني في in the past few months. مصطفى، طب ايه misconception الناس فاكرينها عن الانفستمنت او الشركات اللي بتبتدي تسمعها؟ كمسكونسبشنز اللي هي مجرد برزنتيشن، وانا بالبرزنتيشن دي انا اعرف اريد الفلوس اللي انا عاوز اعملها، او اللي انا اعرف مثلا اقول للانفستر اي حاجه وهو هيصدقها، واللي انا اعرف مثلا انا شايف الفالويشن بتاع الشركه تسوى $100، لان انا شايف كده انا ذا فاوندر، ولا اكشلي لو الشركه لا تسوى اكتر من 10 اضعاف يعني مش $100. فطبعا دي للاسف مسكونسبشنز بتحصل. يعني الناس ساعه لما هي بتاخد التجربه هي بتتعلم فعلا، بتجو ثرو ذا بروسيس، وبتعرف اللي هو يعني how hard it is، وفي نفس الوقت اللي هي بتعرف ايه الستبس اللي هي فعلا محتاجه اللي هي تعملها. لان يعني it's not about اللي الواحد يلم فلوس، واللي هو يقول على لينكدين اللي هو لم مش عارف عشرات او مئات الملايين من الدولارات وذاتس ات. هو actually it imposes responsibility to the companies. يعني تمام كلنا فرحنا بالخبر وكل حاجه، بس مع الرقم ده او بيكون في responsibility الواحد يحقق اضعاف الريفينيو اللي هو بيعمله، واضعاف الجروس بروفيت اللي هو اللي بيعمله. لان اذروايز لو هو ما حققوش هو شخصيا هو هيتعور، كل الكوفاوندرز او كل الشير هولدرز اللي هم موجودين في الشركه بيتعوروا بعد كده في الفالويشن، وده بيجي في مصلحتهم. فالناس from the outside فاكره اللي هو it's a game of مين عنده رقم اكبر، ومين اللي هو لما اكتر ده اللي هو زعيم العصابه. الموضوع مش كده خالص، rather than اللي هو يعني from a realistically speaking perspective. يعني الناس لازم تبقى متفهمه يعني مع كل يعني valuation الشركه بتاخده، ده الانفستر اللي جاي جديد ده هو في set of expectations معينه، والset of expectations دي لازم تتحقق، otherwise الموضوع actually ممكن يعود بالضرر اكتر بكتير ما ان الفند ريزنج اوريدي حصل. فهي دي one of the يعني الفاكتس اللي هو ان يعني مش ناس كتيره اللي هي بتكون فاهمه الموضوع اللي هو from a holistic perspective. Yes. طيب مصطفى، انت قبض جديد، فعايزه افهم ازاي بنتك غيرت الطريقه اللي انت بتشوف بيها الحياه، او المايند سيت بتاعك، او نظرتك ان جنرال. بصي صراحة غيرت كتير. يعني أنا مش شخص اللي هو بحب الأطفال إن جنرال أو كده، بس فعلا وانس زينة يعني بقت معانا الحمد لله، يعني نظرتي عن الحتة دي اختلفت تماما. يعني ده بالنسبة لي it's a great energy booster اللي هو الواحد اللي هو يكون عنده فعلا root cause، يعني أكتر اللي هو يبرفورم much better، يعني يصحى الصبح أقدر يشتغل أكتر علشان يعني يكون عنده هدف يعني أسمى في الحياة. يعني فأنا شايف يعني دي حاجة فعلا يعني it can be described. يعني مش عارف أقول لك مهما كان هي حلوة إزاي، يعني مش عارف أوصفها لك. ربنا يخليك يا رب. طيب هندخل بقى على البونس questions. اوكي مش هقول السؤال ولا قولها تختار ايه سوا. السؤال الاولاني؟
طيب was there ever a moment when you thought payment might fail? What kept you from walking away? بصي هو اكتر يعني موقف كان حصل فيه كده في الاول خالص ساعه لما احنا كان عندنا الموبايل بوينت اوف سيل سولوشن. كنا فضلنا نلف على كذا بنك علشان at the end of the day علشان السولوشن ده يبقى موجود في الماركت محتاجين ان احنا نبارتنر مع بنك. وزي ما كنت قلت لك اللي هو كان ساعتها ما فيش ولا سابق خبره ولا في اي حاجه. فروحنا للهيد بتاع القطاع يعني بتاع الاي كوميرس واقنعناه يعني بالفكره يعني او كنا بنعمل له بيتشنج يعني وكده. فقال لنا البنك مش بيبارتنر مع الشركه نفسها البنك بيأكواير. فاحنا ساعتها يعني قلنا له طيب خلاص يعني احنا يعني عاوزين اللي احنا نتكست فورورد بقى يعني ازاي فعلنا اللي هو من الاخر انتوا يعني هيكون بالنسبه لنا سيلز ارم. فانا حسينا بقى ساعتها وانا استشري اللي هو بعد الافورت اللي هو اللي احنا جبنا الديفايس عملنا السولوشن عملنا التكنولوجي بتاعته. كنا ساعتها اخدنا مثلا بتاع من 7 ل 8 اشهر بنعمل في الامبلمنتيشن. وده كان يعني احنا حاطين الامال بتاعتنا مع البنك ده وفي الاخر يقول لنا اللي هو تشتغلوا اللي هو سيلز ارم. ده بالنسبه لنا كان يعني disappointing شويه يعني against اللي احنا كنا عاوزين نوصل. فانا شخصيا الصراحه ساعتها يعني قعدت افكر وقلت يعني اكيد مش هو ده يعني مش الشخص ده هو اللي هيحدد مصيرنا يعني مهما كان اللي هو في اكيد ناس تانية نقدر اللي احنا نابروتش them ونقدر اللي احنا ننترتين السولوشن معاهم وكده. وكنا ساعتها قعدنا نتكلم مع بعض احنا الثلاثه فعلا ويعني الانرجي نفسها ابتدت اللي هي ترجع تاني من هنا اللي هو لا اكيد اللي هو الشخص اللي احنا قعدنا معاه ده مش هو اللي هيحدد المصير بتاعنا. والحمد لله يعني رجعنا يعني بأقوى يعني بحاجة اللي هي فعلا that would be more satisfying to the bank. ماشي نتكلم عن المستقبل شوية. اوكي فتعالى كده نبدأ بسؤال personal بعيدا بقى عن PayMob. ايه personal goals اللي انت حاططها لنفسك كمستقبل؟ اوكي انا البيرسونال جولز حاططها يعني I wish الصراحة اللي هو as an ecosystem الدنيا في مصر فعلا تكبر عن كده اكتر بكتير when it comes to قطاع الستارت ابس. يعني شايف اللي هو في opportunity في مصر جامده قوي موجوده يعني ممكن تاتراكت الانفستمنتس من بره. وهرجع اقول لك ليه انا شايف ده بيرسونال يعني لان بيرسونال اللي هو بيعود على يعني الشخص يعني بعوائد مختلفه لان هو يكون اللي هو كل ما يكون في دي سي من بره بينفست في البلد كل ما ده بيساعد كل الناس اللي هي موجوده في البلد حتى لو الدي سي بينفست في الكومبيتيشن ده ايفن بيساعد الناس اللي هي موجوده في نفس الاندستري اللي هي كلها تكبر مع بعض. ف يعني حاطط اللي هو خوف في النكست يير يعني ان شاء الله يا رب كده الايكونومي يعني تبقى متظبطه يعني في مصر والدي سي اندستري الدنيا تكبر فيها. وبلس اللي هو في ديماند في مصر كتير قوي يعني في when it comes to the startup ecosystem player في ناس موجوده في مصر فعلا كتالنت مختلف تماما عن اللي موجود بره. يعني ناس فعلا يعني عاوزه تشتغل وعاوزه تكد وعاوزه تجتهد. ف definitely لو هم عندهم اللي هو الريسورسز المتاحه with the very minimal resources هيقدروا اللي هم يكمبيتوا مع ناس من بره. فده اللي انا يعني متحمس له يعني شخصيا يعني او امل يعني اللي هو يحصل ان شاء الله في السنه الجايه. والحاجه الثانيه ممكن حته بقى الاي اي دي this is one of يعني the very interesting topics يعني لان دي انا شايف this is a great opportunity او يعني as a topic يعني ده ممكن الواحد يعني من الاخر زي كأنه يركب الموجة او هو لو مركبش الموجة ده هيجي على الداون سايد بتاعه جامد قوي يعني. لو ما استخدمش الاي اي لو ما استعملش الاي اي او هو he didn't adopt الاي اي في البيزنس بتاعه او
he didn't leverage off التكنولوجي دي، هيبص يلاقي معظم الناس اللي هي الشاطره والبلاير 1 2 3 يعني هيكونوا علموا على الشخص، لان هم بقوا يستعملوا تكنولوجي مش محتاجه الصرف الفظيع، وبلس اللي هو علشان هو يعملها بالتراديشنال واي محتاج اللي هو يجيب عدد امبلويز معين، يجيب اوبريشنال تيمز بقى محترمه، يجيب legacy solutions بشكل معين علشان اللي هو يعرف يكوب with. فالحل الوحيد او الطريقه الوحيده اللي هو فعلا الواحد يكبر at scale هي يعني من وجهه نظري هي is through the AI، وهو regardless الاندستري whether هي في الفinTech whether في ال ads tech whether في الهيلث tech whether في الانشور tech whether في اي industry it's all relevant to implement ال AI، بس as long as we are implementing ال AI not for the sake of المنظرة. نعم. لان للاسف برضو في ناس كتيره اللي هي يلا انا دخلت ال AI في السولوشن بتاعي، فهو الريل فاليو اديشن مش فظيع، بس هو فكره اللي هو ازاي الواحد فعلا يطبق ال AI بصوره مظبوطه ويميجر ال ROI بتاعه، دي بحد ذاتها دي حاجه فعلا مهمه، علشان دي اللي من الاخر هتحدد مين الفيرست والسكند بلاير اللي هو في الماركتس ان ذا upcoming years يعني. حلو قوي. طب مصطفى، لو انت نفسك تحقق ليجاسي معينه بس هتعمل في موقف كده ايه؟ Very good question. نفكر شويه. الليجاسي هتكون PayMob. It would be a regional player. يعني احنا الحمد لله دلوقتي موجودين في 5 اسواق، بس يعني still في يعني ماركتس مختلفة يعني محتاجين اللي احنا نبقى نخشها maybe in the next 2-3 years. فالليجاسي هتكون اللي احنا فعلا بنعمل ال payments acceptance across the different regions، اللي احنا بنعرف نبروسس الترانزاكشنز over 1.5 مليون merchants. وعلشان برضو اللي احنا نحقق الرقم ده رقم كبير، يعني محتاج definitely يعني تغييرات كتير على مستوى الاوبريشنال يعني efficiencies او البروسيسز اللي عندنا، او ان هو through the adoption of the AI والحاجات المختلفه. ف يعني اللي احنا either نبنتريت الافريكان ماركت من ناحيه، ومن ناحيه تانية اللي احنا انفست برضو في المينا ريجن في الماركتس اللي احنا مش فيها دلوقتي زي البحرين قطر كويت والى اخره. فدي تكون eventually الليجاسي بتاع PayMob اللي هو يبقى player the first player موجود across the different regions. اي حد بيفكر في payment acceptance solution على مستوى التجار هو يكون قدامه الاوبشن بتاع PayMob، هو ده الاوبشن الرئيسي. طب مصطفى، في قصة او يعني merchant معين او في معين شايف ان PayMob فرقت في حياته جدا، فرقت في البيزنس بتاعه؟ يعني عندك قصة في التجارة كده لما مثلا دي موتيفيتد شوية في قصة ترجع تنسباير تاني؟ على مستوى ممكن كاستمرز مثلا، ممكن يبقى كاستمرز merchants employees. اوكي بصي يعني what I can recall اللي هو في قصة very interesting اللي هي بتاعت الستات الأرامل والمطلقات. هم كان في فترة يعني الكلام ده كان قبل 2017 2018 البروسيس اللي هم بياخدوا النفقة اللي هم بيروحوا البنك ناصر، وبنك ناصر بيكون معروف بالظبط انهي يوم اللي هم بياخدوا النفقه دي. فالست يوجوالي بتقفل، هي بيكون مثلا عندها كشك، الست عامله بيكون عندها كشك، بتقفل الكشك بتدفع فلوس علشان تروح لبنك ناصر الاجتماعي بالتوك توك، بتدفع مواصلات رايح راجع. وغير كده ساعه لما هي بتروح للبنك ناصر في الكاشير بيكون معروف اللي هم دول الستات الارامل والمطلقات، فللاسف بيتم التحرش بيهم. وغير كده يعني بالنسبه لهم اللي هو الرقم اللي هم بيصرفوه علشان عقبال لما يروحوا ويرجعوا اللي هم يقفلوا اليوم بتاعهم اللي هو الكاشير او اللي هو الكيوسك بتاعهم،
فاللوس مثلا بتبقى يعني في حدود 100 جنيه والمعاش بتاعهم اللي هو 300 700 او كده يعني which is a great percentage of the total يعني معاش. فكان ساعتها along with the ecosystem players ابتدينا نفكر اللي هو في use case بدل لما هم بياخدوا الموضوع بطريقه very physical and very يعني legacy way اللي هم ممكن بيحصل لهم disbursement instant real time على محافظهم، وهم بدل لما هم يقفلوا الاكشاك، بدل لما هم يروحوا بالتكاتك لحتت معينه او كده، هم لحظيا بياخدوا الفلوس. فدي فعلا كانت reflection اللي هو لا we can do a change not from a financial perspective. يعني financial perspective ده كده كده موجود، بس هو from a social perspective فعلا حياة الناس اختلفت، وفعلا حياة الناس بقت أسرع ووفرت وما بقاش فيه اللي هو السخافة اللي هي اللي بتحصل الكونستنت وكده. فساعة لما احنا بنanalyze deep down يعني الحمد لله throughout the different solutions that you offer بيكون في قصص زي كده اللي هي يعني تمس حاجة الشخص اللي هو فعلا هو محتاج المبلغ ده علشان يوفره لأسرته، علشان يوفره يشتري بيه بضاعة، يكبر بيه البيزنس عشان ينفقه على الأسرة. فده اللي فعلا الباي برودكت الجامد اللي هو اللي احنا كنا لاحظناه وابتدينا اللي احنا برضو نركز فيه. تمام. طيب هندخل بقى على آخر bonus questions. شكرا. طيب تاني واحد. Do you feel like you have the responsibility to guide or mentor startups in the region with your expertise؟ يعني بصي أنا ده definitely أنا بؤمن اللي هو يعني frame up يعني هي المدرسة اللي الواحد بيتعلم منها lots of skill set and lots of expertise يعني to be implemented in different areas. يعني ده 100%. وده فعلا اللي أنا بشوف في الماركت اللي فيه ناس بتكون فعلا شاطرة يعني whether technically whether commercially بيكون عندهم certain passion أو certain product موجود، بس ينقصهم حاجات معينة. الواحد يعني أنا شخصيا أو إسلام أو أنا أو أي حد entrepreneur اتبهدل throughout the process أو إحنا اتعلمناها learn the hard way. definitely as part of يعني giving back to the community مهم اللي احنا يعني انا مش شايف اللي هو ده حاجه it's a luxury but necessity اللي هو مهم اللي احنا يعني نساعد اللي هو الناس التانية فعلا اللي هي تكبر زي ما احنا يعني الحمد لله ربنا وفقنا ووصلنا اللي احنا فيه دلوقتي. مهم اللي احنا نكبر او نساعد الناس اللي هي تكبر بالطريقه اللي احنا يعني نقول لهم ايه التيبس اند تريكس اللي هي تساعدهم اللي هم ما يتبهدلوش زي ما احنا اتبهدلنا. on that regard انا شخصيا I'm very keen about the cyber security يعني اكيد باين. ف يعني يمكن one of the major startups يعني in the ecosystem يعني اللي كان ابتدى actually في مصر، وصراحة نموذج مشرف يعني across يعني ال other startups as well اللي هو بدأ اللي هو يحط رجل في السعودية ويطلع البرودكت بتاعه. حابب تقول مين؟ طبعا يعني باجارد. الصراحة ساعة لما قابلت يوسف من سنتين هو يوسف هو الفاوندر بتاع باجارد. أنا كنت شايف an exceptional talent وشايف اللي هو definitely one way or another through the right investment هو يقدر يوصل لحتت ناس كتير قوي ما وصلتلهوش. فاجان فدي الاكزامبلز اللي فعلا الواحد بيحب اللي هو يكونتريبيوت فيها بيج تايم، واللي هو يشوف اللي هو as long as نرجع تاني ونقول اللي هو the person has the right energy the right passion technically فاهم وبلس اللي هو بيابريشيت حته الثيم برضو اللي هو لان at the end of the day مفيش حد
اللي هو بيعرف اللي هو يعمل الحاجه مع نفسه. يعني he needs a team وكل واحد اكسبرت في الحته بتاعته علشان يعرف يفولفل دول ويعرف يكمل المركب يعني اللي هي هتروح المحيط. فديفنتلي يعني دي الحاجات اللي هو الواحد بيكون عنده نفس اللي هو بيحب يساعد فيها. مصطفى thank you so much على وقتك. عرفنا قصص كتيرة قوي على فيلم ما كناش نعرفها واتبسطت قوي معاك. لا thank you so much يا ندى وويلكم يعني in our office وإن شاء الله till we meet next time. إن شاء الله. إن شاء الله.